ليه أكتر ناس بتروح للعلاج النفسي هم الناس الطيبين، ولكن الشخص الشرير أو المتلاعب مش شايف إن في مشكلة أصلا عنده، وأكيد مش بيحتاج لعلاج نفسي. الغريب برضو إنك بتلاقي الطيب ده دايما بيدفع تمن طيبته في علاقاته الغير متوازنة، لكن كمان في صحته النفسية. طيب ليه بيحصل كده للشخص اللي قلبه أبيض دايما وطيب وبيخاف على مشاعر الناس؟ هو أكتر واحد ممكن تلاقيه بيكافح مع القلق والاكتئاب أو حتى إحساس الوحدة. إن شاء الله في الحلقة دي هنفكر مع بعض إيه اللي بيخلي الطيبة تتحول من نعمة لمرض نفسي، وإزاي ممكن نفضل طيبين من غير ما نكون الضحية دايما. قبل ما ندخل الفيديو نوروني سبسكرايب لايك للفيديو لرفع الفيديو لتعم الفائدة. أهلا بيكم معايا. الناس فاكرة ان الطيبة معناها انك ساذج او ضعيف، ولكن الحقيقة ان الطيبة في اصلها قوة، بس قوة من النوع اللي بتستهلك صاحبها بسرعة لو ما كانش حاطط حدود. الشخص الطيب دايما عنده حساسية عالية تجاه مشاعر غيره، بيقدر يقرأ الوجوه، بيلاحظ نبرات الصوت، بيحس بالوجع حتى لو ما تقلش اللي حاسس بيه الشخص اللي قدامه، وده بيخليه احيانا بيحس انه مسؤول عن راحة كل الناس اللي حواليه. المشكلة هنا بقى الدماغ ما بتفرقش بين مسؤوليتك الحقيقية ومسؤولية غيرك، فلما تعيش طول الوقت في دور المسعف العاطفي هتلاقي نفسك بتتعامل مع مشاكل كل الناس وكأنها مشاكلك الشخصية، وده هيحطك في حالة بنسميها في علم النفس emotional over commitment أو الارتباط العاطفي الزائد. الموضوع ده أشبه إنك عندك رصيد طاقة نفسي، كل مرة بتساعد حد أو تواسي حد أو تتحمل فوق طاقتك فأنت كده بتسحب من الرصيد ده. المشكلة إنك ما بتعرفش إزاي تشحن الرصيد من تاني، لأنك غالبا ما بتديش لنفسك القدرة من الرعاية اللي بتديها للناس، وهنا بتبدأ الدايرة المرهقة. كل ما تساعد أكتر الناس تتعود أكتر فتطلب منك أكتر، وبرضو كل ما تطلب منك أكتر تشعر إنك لازم تلبي احتياجات الناس دي عشان ما تحسش بالذنب أو تأنيب الضمير أو حتى الخيانة، وفي الآخر أنت اللي بتدفع الثمن، مش بس بإرهاق جسدي أو مجرد قلة نوم، لكن كمان بضغط نفسي مستمر ممكن يتطور لقلق مزمن أو اكتئاب. المرعب هنا إن الشخص الطيب نادرا أما بتلاقيه بيشتكي، لأنه شايف إنه هو شكواه هتقلل من قيمة اللي هو بيقدمه للناس أو هتزعل الناس اللي حواليه، وده بيخلي العلاج النفسي أحيانا هو المكان الوحيد اللي بيحس فيه بالأمان، إنه من حقه إن هو يتكلم من غير ما حد يلومه أو يتهمه إنه بيشتكي من طيبته الزايدة. دي التعاطف في الأصل حاجة جميلة جدا، لكنه لو زاد عن حده بيبقى زي شنطة مليانة حجارة تقيلة بتشيلها على ظهرك طول الوقت. الشخص الطيب مش بس بيسمع مشاكل الناس، هو كمان بيعيشها جواه. لو صاحبه مثلا عنده مشكلة في الشغل بيحس بقلق وكأنه هو اللي في المشكلة نفسه. لو أخته بتمر بأزمة عاطفية مثلا بيحس بالوجع وكأنه هو اللي في الموقف. علم النفس بيطلق على الحالة دي اسم امباسك ديستريس، وده معناه ان التعاطف الطبيعي بيتحول لألم حقيقي جواك بسبب احساسك العميق بمعاناة الاخرين. والموضوع ده مش بيقف هنا وبس، لان العقل الباطن احيانا بيخلط بين مشاكلنا ومشاكل غيرنا فبيتعامل معاها بنفس درجة الطوارئ. المشكلة بقى انه الجسم هنا بيتفاعل مع الحمل العاطفي الزائد. الحمل العاطفي الزائد ده بنفس الطريقة دي اللي الجسم بيتعامل معاه.
اللي بيتفاعل معاه مع الخطر الجسدي، فبتلاقي مستوى الكورتيزول أو هرمون التوتر بيفضل عالي، وضربات القلب بتكون متسارعة، والنوم كمان بيتأثر، وبتلاقي دماغك في حالة يقظة مستمرة، ومع الوقت ده بيستنزف طاقتك النفسية والجسدية، درجة انك بتلاقي نفسك منهك حتى من غير سبب واضح. والشيء المؤلم بقى انك في اللحظة دي كمان ممكن تبدأ تلوم نفسك، ليه أنا بتعب بسرعة؟ ليه مش قادرة أتحمل زي زمان؟ لكن الحقيقة إنك مش ضعيف، انت بس شايل أحمال مش بتاعتك. العلاج النفسي هنا بقى بيكون تدريب على تفريغ الشحنات دي، بيدربك ازاي تفرق بين مشاعرك ومشاعر غيرك، وتتعلم التعاطف من غير ما تتحول لإسفنجة بتمتص كل الحزن والضغط اللي حواليك. الشخص الطيب دايما بيدخل في العلاقات وهو ناوي يدي اكتر ما بياخد، ودي في البداية بتبين حاجة حلوة جدا، لكن المشكلة انه مش كل الناس بتعرف تقدر ده. في ناس بتشوف ان ده فرصة فبتستغل الوضع، وبتلاقيه دايما في دور المصلح في الشغل، وهو اللي بيغطي على غلطات الناس حواليه عشان المدير ما يزعلش، او علشان ما تحصلش مشكلة في العيلة وحواليه، وهو اللي بتلاقيه دايما بيحل الخناقات وبيتنازل عشان المصلحة العامة. وعلى مستوى الصداقات هو اللي بيبادر دايما بالاتصال والسؤال حتى لو محدش بيرد عليه او بيديله نفس الاهتمام. وده بالتالي الموضوع هنا مش بس عن الطيبة، لكن عن ميزان الأخذ والعطاء. العلاقات الصحية لازم يكون فيها تبادل، مش شرط يكون متساوي التبادل ده بنسبة 100% طول الوقت، لكن لازم يكون في إحساس إن كل طرف بيدعم التاني. إنما الشخص الطيب اللي ما بيعرفش يقول كلمة لأ، بيتحول مع الوقت لشخص منقذ، بيروح لأي حد محتاجه حتى لو هو نفسه محتاج مساعدة. من منظور نفسي، ده بيخلق حاجة اسمها توكسيك هيلبن أو المساعدات السامة، وهي إنك تدي وتدي لحد ما تلاقي نفسك فاضي من جواك، وتبدأ تحس بالاستياء أو الغضب، لكن كمان دول بتكتمهم علشان ما تزعلش حد حواليك، والنتيجة علاقات مرهقة تستنزفك بدل ما بتدعمك. المرعب هنا بقى ان الشخص الطيب ساعات بيكون فاكر انه دي العلاقات الطبيعية، لانه اتعود من صغره انه قيمته مرتبطة بكم المساعدات اللي بيقدمها للناس، وده بيخليه يفضل في دايرة مكررة من العلاقات، او ممكن نسميها دايرة مغلقة، اللي هي بتستهلكه وبتستنزفه لحد ما يلاقي نفسه قدام المعالج النفسي، وهو طبعا مش فاهم ازاي وصل للمرحلة دي. كتير من الناس الطيبين بيتربوا على فكرة ان التعبير عن الغضب او الرفض حاجة غلط. يمكن سمعت وانت صغير جمل زي الكلام ده مثلا، مش حلوة في حقك، ما تخليش حد يبص لك البصة دي، خليك مؤدب واسكت، طالما انت الكبير يبقى انت لازم تستحمل. المشكلة بقى ان التربية دي بتزرع جواك قناعة انه اي اعتراض او اي مقولة مش معناها انك شخص اناني او قليل الذوق، فتبدأ تكتم مشاعرك السلبية وتدفن الإحباط ده جواك عشان تحافظ على صورتك قدام الناس كشخص كويس. لكن الكبت ليه تمن. علم النفس بيقول إن المشاعر اللي ما بتعبرش عنها ما بتموتش، هي بتتحول لضغط داخلي بيفضل يتراكم، فبتلاقي نفسك فجأة منفجر من موقف صغير ما، او ممكن موقف صغير ما يستاهلش، او انك حاسس بقلق دائم من غير سبب واضح، او يمكن تدخل في مرحلة التخدير العاطفي، مبقاش عندك طاقة تحس او تتفاعل. اللي بيزود الموضوع ده ان الشخص الطيب بيخاف جدا من فكرة رفض الاخرين ليه، فيوافق على طلبات فوق طاقته ويضحك حتى وهو متضايق،
ويتظاهر ان هو تمام جدا وهو جواه منهار. وهنا بيجي العلاج النفسي كمساحة آمنة، زي ما قلنا، مكان يقدر فيه يقول لأول مرة إن أنا تعبان أو ليا حق إني أكون تعبان. ومن هنا بيبدأ يتعلم إن قولة لأ مش قلة أدب، وإن التعبير عن المشاعر مش ضعف، لكنه خطوة أولى للحفاظ على صحتك النفسية. العلاج النفسي مش هدفه إن هو يغيرك، ولكن هدفه إنه يرجعك لنفسك وقيمك الأساسية. بالنسبة للشخص الطيب، الجلسة مع المعالج النفسي بتكون يمكن أول مرة بيحس فيها إن هو يقدر يتكلم من غير ما حد يطلب منه حاجة في المقابل، طبعا في ما عدا الفلوس. أول مرة يحس إن هو في حد بيسمعه فعلا عشان يفهمه، مش عشان يرد أو يستفيد. العلاج هنا بيعلمه حاجات بسيطة في شكلها، ولكنها ثورية جدا في أثرها. إنك تحط حدود مش معناها إنك بقيت أناني، إنك تقول لأ من غير ما تشرح أو تبرر، إنك تهتم بنفسك، أما تحاول إنك تنقد اللي حواليك. المعالج هنا بيكون المراية اللي بتعكس لك إن قيمتك مش بس في قيمة العطاء اللي بتديه، لكن في كونك إنسان كامل حتى لو ما كنتش متاح لحد طول الوقت. وده بيخلي العلاج النفسي أشبه بإعادة شحن للبطارية، وتخرج منه وانت قادر تكمل طيبة في مواجهة الناس. لكن الطيبة دي بتبقى صحية، طيبة متوازنة، طيبة مش بتستنزفك ولكن بتقويك. وفي اللحظة دي بتكتشف انك ما كنتش محتاج انك تغير قلبك او صفاتك الطيبة، ولكن انت كنت محتاج تحافظ على ده عشان تعرف تدي اكتر. وفي النهاية لازم نفهم ان الطيبة مش تهمة ولا حاجة عيب ولا ضعف ولا عيب في شخصيتنا محتاجين نتخلص منه، لكن الطيبة لو ما كانش معاها وعي وحدود هتتحول من هدية ربنا وهبها ليك وانت بتديها للناس لعبء انت شايله لوحدك. اللي بيحصل ان الشخص الطيب بيتربى على انه يدي اكتر ويكتم اكتر ويتحمل اكتر، لحد ما يكتشف انه هو حد محتاج المساعدة هو نفسه. وده مش عيب، بالعكس دي شجاعة انك تعترف انك محتاج مساعدة. الشجاعة الحقيقية مش في انك تتحمل على طول، الشجاعة في انك تعترف، في انك تقول انا محتاج اني ارتاح، محتاج اني اتعالج. وبالتالي لو انت من الناس اللي دايما بيسمعوا مشاكل غيرهم واللي بيساعدوا حتى وهم تعبانين، افتكر ان الحفاظ على نفسك ضرورة، لانك لو وقعت مش هتقدر تساعد حد ولا حتى نفسك. يمكن العلاج النفسي مش هيغير العالم حواليك، لكن هيغير علاقتك بنفسك، هتخليك ترضى عن نفسك اكتر، وساعتها تكتشف انك لسه طيب، بس طيبة ذكية، طيبة متوازنة، طيبة بتخليك تعيش مش بس انك تدي. دلوقتي قول في التعليقات انت شايف نفسك من النوع اللي بيشيل فوق طاقته علشان يرضي الناس، وهل جه وقت حسيت فيه انك محتاج توقف وتقول كفاية؟ كنت معاكم كتير ومحتاج مساعدتكم. كله يقول لي رأيه في التعليقات ويقول لي شخصيته من انهي شخصية. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.